يا صباح الفل، صباح الجمال، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. وحشتوني كتير كتير جدا. بما ان بقى الجو ساقعه والدنيا كده تلج وطوبه والكلام ده، قلت اعمل لكم بقى شويه عدس كده. ما عملتهمش قبل كده. وما عملتهمش من 20 سنه تقريبا، يمكن من ساعه ما اتجوزت اتعملوا مره واحده. دي طريقه العدس اللي كان حماتي بتعملها. وجوزي كل شويه يزن عليا، انا عايز عدس من ده، عايز عدس من اللي هو فيه خضار. ما بحبهوش انا بصراحه يعني، او هو ما بيحبنيش يعني. فقلت اعمله له عشان ما يزعلش. وطبعا فرح بقى وكتب لي بوست على الحاله بتاعته على الواتس وكده يعني. المهم حطيت ربع كيلو عدس، حطيت عليه طماطمايه وبصلايه وبطاطسايه وجزرايه. قطعت كل حاجه، غسلتها كويس، قطعتها، قشرت الجزر. وابتديت انزل بيهم على العدس واسيبهم يستووا مع بعض لحد ما يستوي الخضار، يستوي خالص. بعد كده هرسهم بقى ونشوف هنعمل ايه. طبعا الاكله دي كل شويه يقول لي اعملي لي عدس زي اللي امي كانت بتعمله. اقول له ماشي حاضر، الله يرحمها، امك ماتت، انا مش عارفه الطريقه. وبستعبط عليه بقى ومش عايزه اعملها بصراحه. بعد كده قلت لا حرام يعني، هو نفسه في حاجه فاعملها له. وبعدين هو مش بيحب العدس اللي انا بعمله لينا. احنا بنعمل عدس بشعريه او عدس ساده خالص من غير حاجه، بتقليه بس. فقلت لا حرام ارضيه، اعمل له الحاجه اللي هو نفسه فيها. فجبت بقى الهاند بلندر والحاجه استوت، وشكل حتى الخضار مستوي خالص، اللي هو لو هرسته بالمعلقه هيتهرس. بس قلت لا يا بت كده يا ايه، واعملي له شويه الحاجه اللي نفسه فيها دول، وهرسهم له بقى بالهاند بلندر، واعملوا حاجه كده شكلها حلو. والله كان جميل، انا اكلت منه يعني، انا من كتر ما هو حلو اكلت منه. والبنات بقى ما كانوش عاجبهم. بس الولد قعد كل معانا عشان بابا ما يزعلش، قال له انا هاكل معاك عشان انت ما تزعلش. هرسته، حطيت له شويه ملح وشويه شويه كمون. وخلاص على كده. كان زمان بقى بنقعد نفضيه نستنى يبرد ونحطه في الخلاط ونضربه وبعد كده نرجعه تاني. لا الهاند بلندر بصراحة يعني رحمة بجد يعني، اللي يقدر انه يجيبه يجي يشتريه. مريح في الاستخدام وكده. هعمل بقى الطشة بتاعته، احطه على شعلة تانية، واجيب بقى شوية زيت. وادق التومة واحطها يعني احطها في الطاسة واقلبها. الطاسة دي انا جايباها للطشة، لو هعمل بيضة واحدة مثلا، عندي حد صغير كده، اعمل له بيضاية مثلا مع معلقة جبنة. واعملها له ساندوتش والكلام ده. هنا كده بقى دقينا التوم، نحطه بقى نهرسه ونطش بيه الاكله دي. والله برضو مره قال لي اعملي لي ملوخيه ناشفه، واحنا مش بنحبها خالص ومش بناكلها، وعملتها له يعني. انا ست بيت جدعه، هو بعمله الحاجات اللي نفسه فيها. مش حرماه من حاجه عشان لما يشوف الفيديو بس ما يقوليش انا نفسي في كذا. مفيش حاجه تاني بقى هو عايزها، وقال لي العدس والملوخيه الناشفه، عملت له الاتنين. عشان ميبقاش ليه عندي طلبات. انا حطيت معلقه دهن، احنا بنحب الدهن اللي هو بتاع الدهن، مش السمنه اللي هي العلب وكده. فقلت احط طعامه بقى بمعلقه دهن، لان طبيخ الزيت بصراحه ما بحبوش. يعني مش حلو، بحسه مش حلو. بحب شويه الدهن كده، شويه محترمين يسندوا القلب حتى. تقريبا كل الاكل عندي بعمله كده يعني. الرز بس اللي ممكن اعمله بزبده نيوزيلندي مع زيت، او ممكن بقى لو مفيش زبده نيوزيلندي لان هي رفعت قوي. يعني اخر حاجه الشهر اللي فات جبتها ب200 الكيلو. بجيب بقى علبة كريستال او جنة، بركنها كده في المطبخ، استخدمها ساعات لو اتزنقت. ممكن تقعد عندي شهرين 3. ف لا جميل بصراحة العدس، انا عجبني، لقيت طعمه حلو. كنت زمان مش في حاجات كتير ما باكلهاش يعني، مثلا الكبدة دي اللي هي الكبدة المجمدة ما اكلهاش. بس لما بقيت انا اعملها، كان جوزي هو اللي بيعملها، فبيدخل المطبخ بقى يا لهوي بيبقى يوم منيل بنيلة، بيعك لي المطبخ كله. فقلت لا، عندك بقى اعملي انتي واكليه وخلاص. فبقيت اعملها، لقيت ان انا بعملها فبتبقى طعمها حلو، فبقيت اتشجعت وبقيت اكل. لو اول مره تشوفي القناه متنسيش تعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس وتعملي لي كومنت حلو، وتعملي مشاركه للفيديو عشان القناه اليومين دول انا ما بنزلش فيديوهات، فالدنيا واقعه معايا. وقولي لي جربي العدس ده وهيعجبك قوي، لانه بصراحه عجبني يعني. انا مستطعمت كده لقيت ان انا مفننه فيه بصراحه. هنا خلاص بطش التوم اهو، ابتدي بقى وتكسري جنبيه بقى حبه بصل بخل. يا نهار ابيض، حاجه كده اللي هو طول الشتاء ناكل عدس مش مشكله. هو بيغلي وانا احط عليه التومه وادوم توم على كده. ما شاء الله كان جميل يعني، تبارك الله كان طعمه حلو. والولد كل بقى عشان اللي هو يحسسه ان هو مش لوحده اللي بياكل من العدس ده، فحطينا 3 اطباق واكلنا انا وهو والولد.
بادوق الحياء قبل ما اقدم، فعجبني وانا بدوقه، يعني وانا بدوق كده عجبني، غرفت لنفسي ساعتها.